السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سامي رشيد. مرحبا بكم مرة أخرى معي فيديو جديد وفي وصفة جديدة. اليوم بإذن الله غادي نشارك معكم وجبة يمكن لكم تحضروها للعشاء أو الغداء. سهلة في التحضير وكتجي خفيفة، ويعني في متناول الجميع، وتيعشقوها حتى الوليدات الصغار، وبدون أي نوع من اللحوم. وخليكم مع بقية الفيديو وطريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحضروا بهذه الوجبة، كنحتاجوا البطاطس والبيض والمعكرونة أي نوع نتاع، يعني المعجنات أي نوع يمكن لكم تحضروا بهذه الوجبة. أنا غادي نوريكم الشكل. يعني اللي حضرت به هذه كتكون شوية صغير الحجم ديالها. فاش كتسلق كيرجع واحد الحجم ديالها، يعني هو هذاك، يعني ما كبيراش بزاف، يعني كيرجع للحجم ديالها هو هذاك. اول حاجه غادي ندير داك البيض يتسلق، ونمر باش نقي البطاطس. وديما يعني البطاطس او يعني المكونات ديما كيبقاو على حسب افراد العائله. انا استعملت غير جوج ديال البطاطات، يعني على حسب العائله ديالي وصافي. قشرتها وغادي نقطعها مكعبات صغيره. كنحاول نقطعها مكعبات تكون صغيره شي شويه. صافي غادي نستمر على الطريقة هكا حتى يعني نقطع البطاطس ديالي كاع كلها. من بعد ما قطعت البطاطس كنديرها ضروري في الماء، وغادي نردها دابا تقلى. درت الزيت باش يسخن باش نقليها، ونمر باش نحضر البيشاميل. بالنسبة للبيشاميل كنحتاجو فيها نصف لتر ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال الدقيق، ثلاث قطع من الجبن، اي نوع من الجبنه. درت انا جوج ديال المثلث، وحده درتها يعني الجبن المربع، يعني اللي عندكم متوفر استعملوه. وبالنسبه الى حضرتوها يعني بالكريمه راه كتجي احسن لذيذه. يعني في داك في عاود داك الجبن كديروا الكريمه، يعني الكريمه ديال الطبخ. صافي انا هنايا درت يعني ديك المكونات كلهم، وهادي نخلط كل شيء في الخلاط الكهربائي، وغادي نكبهم نفرغهم في كاسرولة. وغادي نزيد عليهم شويه ديال الملح، ديما الملح كيبقى على حسب الذوق. وغادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الزبده. بصراحه طريقه البيشاميل كتجي ساهله في التحضير ديالها، يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. يعني في الخلاط الكهربائي دغيا كتوجد لينا. بالنسبه اللي كتحبب ليهم يعني في الطريقه التقليديه اللي مولفين يعني كنحضروها، يعني ديروها في الخلاط الكهربائي دغيا كتوجد. صافي انا درتها فوق البوطه او فوق النار، باش تذوب ليا ديك الزبده على نار تكون مهيله، باش داك الدقيق كيطيب لينا مزيان، يعني ما يضرناش. صافي غادي نخليها هكايا حتى كتوجد ليا البيشاميل. صافي هنايا نتوما كما كتلاحظوا تغير اللون ديالها وبدات شويه كتقال. ونبقاو نحركوها، ما نحيدوش يدينا على التحرك باش ما كتلصق ليناش في القعر ديال الكسروله. دابا هاد اللحظه غادي نزيدها شويه ديال الجبن. انا درت شويه ديال الجبن الاحمر، وغادي نسمها بشويه ديال الزعتر. بالنسبه لي يعني باش نسمو نتوما باي حاجه كتبغيوها. يمكن لكم ديروا شويه ديال الفلفل الاسود. صافي غادي نبقى نخلطها مزيان حتى كيذوب لي داك الجبن مزيان، وعاد نحيدها من فوق النار. وانا غادي نخليها شويه خفيفه، يعني حاولوا تخليوها شي شويه خفيفه، ما تقلوهاش بزاف حقاش مازال غادي ندخلوها للفرن. باش ديك يعني ديك يعني اي حاجه تكونوا حضرتوها في الفران، عفوا، بالبيشاميل يعني ما تنشف ليكمش في الفران تجيكم ناشفه. هنا صافي بعد ما تسلق ليا البيض كنقيه،
وهذه نقطعو حتى هو مكعبات. انا هنايا استعملت غير 2 بيضات. انا هنايا عندي واحد المرتديله يعني الحجم صغير، غادي نقطعو كاع كله. ويمكن لكم تستعملوا اي نوع، يعني اي نكهه، يعني في بلاصه كده بس يعني تحضروها بشويه، يعني ديروا مثلا اللحم مفروم او دجاج ولا طون، يمكن لكم تستعملوا اي حاجه. انا هنايا ضيافه حضرت يعني سريع، يعني بداكشي اللي متوفر عندي حضرت به. صافي من بعد ما قطعت كل شيء ووجدته، كنفرغ ديك المعكرونه في واحد البول. يعني من بعد ما تسلقات بالماء وشويه ديال الزيت وشويه ديال الملح. هنايا البطاطا من بعد ما تقلات، يعني كما كتلاحظوا قطعتها مكعبات وحمرتها يعني مزيان وجات مقرمشه. كنزيد عليها داك البيض وداك المرتديلا، كنزيد البيشاميل كنضيف النص وكنخلي واحد شويه. ويمكن لكم هنايا تضيفوا شويه ديال الفلفل الاسود، انا هنايا ما كانش تبقى ليا، صافي نسمت انا غير بالزعتر. يعني اي حاجه بغيتو تنسموا بها يعني ضيفوها. انا صافي هادشي هدايا يعني كافي. هذاك الزعتر عطى واحد المذاق زوين يعني لهاد الاكله. صافي كنخلط كل شيء مزيان، كينسجموا داك المكونات كلهم مع بعض، وكتدخل فيهم ديك البيشاميل. صراحه جات لذيذه بزاف. انا خديت هنايا قوالب فرديه، ويمكن لكم نتوما تستعملوا يعني قالب واحد وتدخلوه للفرن. انا درت هنا يعني كل واحد هكايا صافي فاش يعني كنجبد من الفران، يعني بلا ما كنبقى نقطع، يعني كل واحد كياخد يعني المول ديالو بلا ما كنبقى كنقطع. صافي انا كنفرغ داك الخليط كله. وكنزيد عليهم ديك المرتديلا اللي بقات ليا، كنزيد مكية من الفوق. وغادي نضيف عليهم ديك البيشاميل اللي كان بقات او ديك الصلصه البيضاء من الفوق. كنحاول يعني نوزع عليهم كلهم من الجوانب ومن الوسط. صافي من بعد ما وزعت ديك البيشاميل كلها فوق ديك آه، الليمون، هذا غادي ندير شويه ديال الجبن الاحمر من الفوق او الموتزاريلا اللي عندكم متوفر استعملوه. ويعني ما كانش الجبن ما يعني بلا ما ديروه من الفوق، يعني ديك البيشاميل يعني في الكافيه. ومن الاحسن اللي كانت يعني ديك جبنه الموتزاريلا من الاحسن، يعني كتجي زوينه هذيك. انا درت الجبن الاحمر. صافي كنوزعو حتى هو كذلك من الفوق. وغادي ندخلها الفران يكون سخون من قبل، يعني غير شويه، غير يذوب داك الفخوماج وتزيد طيب شويه ديك البيشاميل. صافي ونخرجها من الفرن. صافي انا من بعد ما وجدت لي يعني داب لي داك الفخوماج كلشي طايب. آه يعني صافي دغيا يذوب داك الجبن وخرجتها من الفران وكرشها شويه بالزعتر، لحقاش انا ما درت معها حتى اي نوع من التوابل، يعني نسبتها غير بالزعتر وجات بصراحه لذيذه بزاف. ووجدات يعني بسرعه وجدات، ما يعني ما خدتش معايا بزاف ديال الوقت، يعني حضرتها في اخر لحظه. كما كتلاحظوا انتم كتجي من الداخل في الصراحه جات كريميه مع ديك ديك البيشاميل او الصلصه. جات واحد جات واحد الاكله الصراحه خفيفه ولذيذه بزاف مع ديك المكونات ديال يعني المكرونه مع البيض الصراحه عطات واحد المذاق رائع بزاف. وكنتمنى تجربوها بصراحه تنال اعجابكم، وسهل كذلك في التحضير، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. وكتشبع يعني شحال ما كانت الكميه سبحان الله العظيم كتشبع، يعني بداك الجبن اللي فيه وداك الشيء يعني كيشبع. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، كذلك الوجبه اللي شاركت معكم. كما العاده ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. ومع السلامه، فيديو اخر في وصفه اخرى باذن الله.